أنا العضوة زوزان، عضوة في لجنة الرقابة والتفتيش في مجلس العدالة. إن قضية قائد أبو ليست قضية شخصية أو عائلية، إنما هي قضية أمة مضطهدة، وهي الأمة الكردية. إذا ما إن اختطاف القائد أبو كان نتيجة المؤامرة الدولية ب 15 شباط 1999، نتيجة مؤامرة دولية، وهذا يتنافى مع الأعراف والمعاهدات الدولية، وبذلك فإن اختطافه كانت نتيجة مؤامرة. فإننا كمنظمات حقوقية ولجنة قانونية وتابعة لمؤسسة حقوقية، إننا نناشد كافة المؤسسات والمعاهدات الدولية بالنظر في اختطاف القائد وإفراج عنه في أقصى السرعة. من ناحية أخرى، من ناحية القوانين التركية، إذا ما نظرنا إلى أن الدستور التركي في المادة الفقرة 5 من المادة 90 من الدستور التركي ينص على أن إذا كان هناك قانون ومعاهدات دولية، إذا كان هناك اختلاف أو تناقض فيما بينهما يتنافى مع حقوق الإنسان، فإنه يتم تطبيق المعاهدات الدولية على حساب القوانين المحلية. إلا أن الدولة التركية لم تطبق هذا القانون والاتفاقيات والمعاهدات الدولية، وخالفت بذلك الحقوق والكرامة الإنسانية. إن سجن الإمرالي إذا ما نظرنا إليه، إنه سجن صيت السمعة بكافة أشكاله، كونه يوجد تجريد وتعذيب وإهانة للإنسان. إذا ما نظرنا إن هناك أي شخص يمضي كافة عمره أو سنوات حياته في السجن، فإن هذا أيضا يتنافى مع المبادئ الحقوقية والأوروبية، خاصة في معاهدة الحقوق الإنسان في المعاهدة الأوروبية. من ناحية أخرى التلازم السلبي بين السلطة القضائية وسجن إمرالي، إن هناك تلازم في المادة، وهو يخالف المادة 6 من قانون الاجتهادات الأوروبية من حيث الاضطهاد والتعذيب الإنساني. إن القوانين الدولية الأوروبية لحقوق الإنسان نصت على أن هناك إفراج مشروط للسجناء، يعني الذين يحكمون السجن المؤبد المشدد، بينص على أن هناك أمل في الحياة أو في الإفراج عنه يوما ما. إلا أن قائد أبو انقطع عنه كافة الأمل أنه يتم الإفراج عنه بما ينص عليه الدستور التركي. الحق في الأمل حق من كافة الأشخاص ومن كافة الإنسان. الحق في الأمل ينص على أن هناك أي إنسان إذا كان محكوم مؤبد أنه في يوم ما يفرج عنه، يخرج من السجن. إلا أن القانون التركي أيضا يعارض هذا الأمل أو هذا الحق الذي ينص عليه كافة الاتفاقيات والمعاهدات الدولية، وبذلك هذه جريمة أيضا بحق الإنسانية. الاستمرار في بقائه بالحبس الانفرادي يمس بكرامة الإنسان ويمس بشعور كأنك إنسان. مجرد أنك إنسان تقعد بقية حياتك يعني في سجن منفرد، هذا أيضا يتنافى مع الأعراف والمعاهدات الدولية. انعدام حق الأبو بتقديم أي طلب أو أي شكوى بشأن معاملته، خاصة هو يتعرض لكافة أنواع الظلم والإهانة، فبالتالي ما بحق له يقدم أي شيء. هذا كمان يتنافى مع المعاهدات والاتفاقيات الدولية. العزل المفروضة منذ 2 لحرمانه من رؤية عائلته ومحاميه، هذا أيضا يتنافى مع المعاهدات والاتفاقيات الدولية. إن شروط عقوبة الانضباط والعزل المفروضة عليه وعدم اتباعه المجريات أو القوانين السجن، هذا أيضا يخالف القوانين، كونه لا يوجد أي دليل أو إثباتات أنه هو يخالف انضباط أو شروط السجن، وبالتالي هذا انتهاك بحقه أيضا وتجديد بحقه. من ناحية إفراج المشروط ينص عليه أن هناك أي شخص إذا أمضى في حبسه أو سجنه عقوبة مدة 25 سنة، فبالتالي يحق له الطلب بالإفراج المشروط عنه في هذه المدة إذا كان حسن سلوكه أو معاملته في السجن جيدة حسب إدارة السجن هناك. إلا أن هذا أيضا ممنوع على قائد الأبو أن يبدي فيه أو يناقش بأمره. إذا ما نظرنا إلى اتفاقيات أو معاهدات مثل منظمة CTP، نرى بأن إذا شخص أمضى 25 سنة يجب الإفراج عنه، كون المدة المحكومة بها أكثر من المدة التي سوف يعيشها. فبالتالي هذا القانون لا يطبقه التركية والدولة التركية، باعتبار أن فكرة
وآراء القائد يؤثر على وحدة وطنه أو وحدة أراضيه، فهو يتمسك بأنه يقوم بخطر على المجتمع عليه وعلى الأمة التركية. فبالتالي هو بيتمسك بهالمبادئ وبهالحجج أنه مشان القائد أوبو يضل بالحبس وما حدا يتأثر بآرائه، كون فكر وفلسفة القائد يؤثر على الشعب التركي وبشعب المناطق بقية مناطق. كحقوقيين يعني من حق أي سجين أن يعرض على طبيب في سجن فيما إذا كانت صحته يستوجب الخروج عنه أم بقائه في السجن حسب تقرير الطبي، إلا أن هذا لم يتم، وقائد أوبو لا يتم عرضه على الطبابة الصحية. فهذا يتنافى مع المعاهدات والاتفاقيات الدولية أيضا، كون أهمية الإنسان وكرامته في صحته أيضا، فهو يتعرض لأبشع الإهانات من ناحية الظلم والتعذيب. إننا نناشد وبكافة المنظمات وكافة المنظمات الحقوقية الإنسانية الأوروبية بأن يتمسك بأنه هناك إنسان وشخص يتعرض للظلم وللإهانة والتعذيب في سجن إمرالي، فبالتالي من حق أي إنسان أن يناهض، كافة الشعوب أن يناهض بهذه الحقوق، ونحن حقوقيون أيضا نتمسك بهذه القوانين أنه كونه يعارض مع القوانين الدولية والحقوقية.